مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه ويلكم هوم. الفيلم بيبدأ بكيسي وبراين وهم في طريقهم يقضوا أجازة في بيت في ريف إيطاليا. بيوصلوا البيت وبيتفاجئوا بجماله وبحجمه الكبير، وبيلاقوا إدواردو صاحب البيت سايب لهم جواب بيرحب بيهم وبيبلغهم إنهم يقدروا خلال أجازتهم يتعاملوا مع البيت كأنه بيتهم، وبيبدأوا ياخدوا راحتهم في البيت ويستكشفوه. بالليل بيقضوا وقت في البلكونة وبيقرروا إنهم يقفلوا تليفوناتهم، بس براين بيلاقي تليفون كاسي بيرن، ولما بيشوف مين اللي بيتصل بيها بيتعصب جدا عشان بيكون حبيبها القديم، ولما بيرجع لها تاني ما بيبقاش قادر يقرب منها بسبب الاتصال اللي جالها، وبيتحجج بكاميرات المراقبة اللي في الحديقة. ولما كيسي بتزعل منه بتسيبه وبتمشي، فبيروح وراها الأوضة وبيقول لها إن الهدف من الأجازة إنهم يصلحوا علاقتهم ببعض مش يتخانقوا. بس كيسي بتسيبه وبتنام، وبراين بيتضايق منها فبينزل يقعد في الصالة وبيقرا في الكتب اللي موجودة. بيظهر وقتها إن في حد بيراقبهم من كاميرات مراقبة في البيت كله. الصبح كيسي بتصحى وبتعمل لبراين فطار وبتخرج تجري حوالين البيت، وهي بتجري بتفتكر علاقتها بجاستن وإنها خانت براين معاه، وهو ده اللي بيوتر علاقتهم وبيحاولوا يصلحوه. وبتبقى مشتتة فبتقع على رجلها وبتتصاب. بتطلع على الطريق توقف أي عربية تروحها عشان مش قادرة تمشي. بتقف لها عربية وبينزل منها واحد اسمه فيدريكو عشان يساعدها، وبيبدأ يتكلم معاها ويتعرف عليها وبيساعدها في جرح رجلها. بتركب بعدها كيسي معاه وبيوصلها البيت. بتعزمه انه يدخل يشرب قهوة لكن بيرفض، وبعد ما بتدخل البيت بتلاقي فيدريكو دخل وغير رأيه. براين بيسمعهم فبينزل يشوف فيه ايه، وبيلاقي كيسي وفيدريكو قاعدين سوا، وكيسي بتعرفهم على بعض وبتحكي له ان فيدريكو ساعدها لما وقعت على رجلها. بعدها فيدريكو بيعرض عليهم انه ياخدهم جولة في المدينة، لكن براين ما بيبقاش مرتاح له. بعد ما فيدريكو بيمشي براين بيبقى قاعد لوحده وباصص على خاتم الزواج اللي كان هيقدمه لكيسي، وبيراجع نفسه في القرار. وبيظهر ان اللي بيراقبهم هو فيدريكو، وحاطط لهم كاميرات مراقبة مخفية في كل مكان في البيت. تاني يوم الصبح براين وكيسي بيروحوا المدينة مع فيدريكو عشان مش بيبقوا عارفين يلاقوا تاكسي يوديهم، وبراين بيبقى متضايق جدا وبيتخانق هو وكيسي في العربية قدامه. ولما بيوصلوا المدينة كيسي بتتخانق مع براين وبتلومه انه عاملها وحش قدام فيدريكو، وفيدريكو بيبقى مراقبهم، وبيفضل براين يعنفها ويجرحها وغلطها عشان اتعرفت عليه وجابته البيت من الأول. بس كيسي بتقوله عارفة انها غلطانة، انها خانته وانها السبب في توتر علاقتهم. براين بيقطعها وبيقول لها ان منظرها هي وجاستن على طول قدامه، وانه شاف رقم جاستن بيكلمها. فكيسي بتحاول تشرح له ان جاستن بيضايقها وهي مش بترد عليه، بس براين مش بيسيب لها فرصة، وكيسي بتتعصب وبتمشي. بتروح تسحب فلوس عشان تقدر تركب تاكسي وترجع البيت، بس مش بتعرف عشان ما كانت الفلوس بالإيطالي. فجأة بيظهر قدامها فيدريكو وبيساعدها إنها تسحب فلوس، بيطمن عليها وبيسيبها تروح. بعدها بيروح لبراين اللي بيبقى قاعد في البار. فيدريكو بيتكلم معاه وبيقول له إنه شاف كيسي وهي مروحة. براين بيفتح له قلبه على الآخر وبيحكي له إن كيسي خانته لأنها كانت سكرانة، وإن علاقتهم متوترة جدا من ساعتها. وبيفضل يشرب كتير ويحكي أكتر، وفي وسط الكلام بيسأل فيدريكو عن شغله، فبيقول لبراين إنه بيشتغل على الإنترنت. براين بيفهم إنه موظف تقني وبيحاول يفهم منه أكتر، بس بتيجي بنتين من أصحاب فيدريكو يقعدوا معاهم، وفي واحدة منهم بتبقى معجبة ببراين. بيقعدوا سوا وبيفضلوا يشربوا، وبراين ما بيبقاش في وعيه خالص. ساعتها كيسي بتبعت له رسالة، ولما بيلاحظ فيدريكو الرسالة بيبدأ يشوف هو سكران قد إيه. فبيقول لبراين إن كيسي في البيت لوحدها دلوقتي وإن أنا معايا المفتاح، لكن براين ولا هو سامع ولا فاهم حاجة. بالليل فيدريكو بيدخل بيت كيسي وبيفضل يراقبها وهي نايمة، وبتكون فاكرة براين فبتعتذر له عن اللي حصل. والصبح براين بيصحى بيلاقي نفسه في فندق جنب البار اللي كان سهران فيه. بيقوم براين يلبس وبينزل، ولما بينزل بيلاقي ان البار مقفول وشكله اصلا مهجور. بيروح براين يوقف تاكسي ويروح البيت لكيسي، وبيلاقيها نايمة في الصالة ومش فاكرة اللي حصل، وبتلومه انها ما تعرفش بات فين امبارح وحاولت تكلمه كتير. براين بيعتذر لها وبيقول لها ان تليفونه ضاع، وبيسيبها وبيروح يستحمى، فبيلاقي كدمة على كتفه. بيستغرب وبيحاول يفتكر اللي حصل امبارح، وبيفتكر كلام فيدريكو لما قال له ان كيسي لوحدها في البيت. فبيروح يسأل كيسي لو كان فيدريكو جه امبارح البيت، لكنها بتفهم ان براين بيتهمها بالخيانة وبتتعصب عليه. بس براين بيفهمها انه خايف عليها وانه مش واثق في فيدريكو ومش عاوزه يبقى معاهم تاني، لكنها بتقنعه ان فيدريكو ده لطيف وبيساعدهم في اجازتهم. بعدها بيطلع براين يتمشى لوحده. في نفس الوقت فيدريكو بيراقب كيسي وهي قاعدة لوحدها في البيت.
براين بيبقى وصل عند بيت فيدريكو وبيلاقيه بيت مهجور، وبيعرف انه كذب عليهم وانه مش ساكن في البيت ده. وفي نفس الوقت بتتفاجئ كيسي لما بتلاقي فيدريكو قصادها وبيبقى جايب معاه اكل عشان يطبخوه سوا. براين بيرجع البيت وبيلاقيهم مع بعض وبيتعصب جدا، لكن بيكتم غضبه. ولما كيسي بتقوله انها عرفت من فيدريكو انه قضى ليلة امبارح مع بنات، براين بيطلب منه يتكلموا لوحدهم، وساعتها بيطلب منه يمشي. فيدريكو بيتضايق جدا وبيهدده انه ممكن يقول لكيسي انه خانها مع بنتين، فبيضطر براين يسكت وبيسيبه يقضي اليوم معاهم. فيدريكو بيبقى طول القعدة مش مريح وبيفضل يتكلم بأسلوب غريب، وبيتكلم عن كيسي وجمالها كتير. لما اليوم بيخلص وفيدريكو بيمشي، براين بيحذره انه ما يجيش عندهم تاني، ولو شافه هيبلغ الشرطة. بس فيدريكو بيقول لبراين انه ما يقدرش والا حياته كلها هتتهد. بعد ما بيمشي، كيسي بتقول لبراين انه كان عنده حق وان فيدريكو فعلا مش مريح، وبراين بيقول لها انه كمان طلع مش جار ادواردو صاحب البيت زي ما فهمهم، وان البيت اللي جنبهم ده اصلا مهجور. فبيقرر يتصل بادواردو يحكي له اللي حصل. وقتها فيدريكو بيبقى وصل لشاشات المراقبة وبيسمع المكالمة، ولما براين وكيسي بييجوا يناموا بيصارحها بكل حاجة، وبيقول لها انه قضى اليوم مع بنتين بس ما حصلش بينهم حاجة، وكيسي بتصدقه. فبيروح براين لمخزن النبيذ اللي في البيت عشان يجيب منه ازازة، وفجأة الباب بيتقفل عليه وبيفضل ينادي على كيسي لكن مش بتسمعه، عشان كانت بتجهز للسهرة الرومانسية بعد ما لقت رسالة من براين بيوعدها بمفاجأة. براين وهو بيقلب في المخزن على أي باب يخرج منه بيلاقي فيه أوضة ورا الحيطة، ولما بيدخلها بيكتشف إنها أوضة فيدريكو، وبيعرف إنهم كانوا متراقبين. كيسي بتبقى جهزت وبتبقى مغمية عينيها للمفاجأة بتاعت براين، بس فيدريكو هو اللي بيبقى معاها وهي ما بتاخدش بالها. وفيدريكو بيسيبها وبيمشي بعد ما بيحس ان براين كشفه. كيسي طبعا بتشيل القماشه اللي على عينيها لما بتحس انها بقت لوحدها، وبتبقى مستغربه مش عارفه هو براين فين وايه اللي بيحصل. وبتلاقي جنبها تليفون براين اللي كان ضايع وعليه فيديوهات ليه وهو مع البنتين، وبتعرف انه خانها. وبيقدر براين انه يخرج من الاوضه وبيروح يتخانق مع كيسي عشان شافها في كاميرات المراقبه وهي بتخونه مع فيدريكو، بس كيسي بتفهمه انها ما كانتش تعرف وبتتخانق معاه عشان خانها مع البنتين. ولما بتتعصب بترمي التليفون وبتكسر بيه المرايه، فبتظهر كاميرا من كاميرات فيدريكو وبيعرف ان هو اللي كان بيراقبهم. بيتعصب فيدريكو علشان كشفوه وبيقرر انه يطلع لهم من القبو، وبراين بيبقى خايف منه وبيطلب منه يسيبهم يمشوا. فيدريكو بيطلع السكينة اللي معاه وبيهجم على براين، وبيفضلوا يضربوا في بعض لغاية ما كيسي بتهجم على فيدريكو وبتفضل تضربه على راسه لحد ما بيموت. وطبعا كل ده متصور بكاميرات فيدريكو، فبيقرروا انهم يخفوا جثته وينظفوا الدم ويمشوا. وبيتخضوا لما بيلاقوا ان باب البيت بيخبط، وبيكون ادواردو صاحب البيت جاي يطمن عليهم. وبيطلع براين يقابله هو وكيسي وبيتعاملوا عادي. ولما ادواردو بيسأل على فيدريكو بيقول له براين انه مرجعش تاني، وبيطلب ادواردو انه يطمن على البيت وينزل يشوف مخزن النبيذ. وبينزل للقبو اللي كان قاعد فيه فيدريكو وبيشوف على الشاشة اللي حصل كله، فبيقرر انه يطلع لبراين وكيسي وينتقم منهم. ولما بيطلع بيلاقي كيسي قدامه، فبيقلع الجاكيت بتاعه يغطي بيه الكاميرا اللي بتصورهم دلوقتي. وساعتها ادواردو بيتغير وبيفضل يقول لكيسي انه عارف هي وبراين عملوا ايه في فيدريكو. وبيظهر براين من وراه وبيبقى لسه هيضربه، بس ادواردو بياخد باله منه وبيوجه المسدس بتاعه ناحية براين، فبتيجي كيسي من وراه وبتموته بسكينة فيدريكو، وبدل الجثة بقوا 2. وبيروح براين يدور في البيت كله عشان ياخد شرايط كاميرات المراقبة ويحرقها. وبعدها بيلف فيدريكو ادواردو في سجادة وبيروح يولع نار في الحديقة وبيرميهم فيها. بيظهر لنا بقى في الآخر إن ادواردو وفيدريكو كانوا شغالين في الدارك ويب أو الشبكة المظلمة، وكان شغلهم عبارة عن عرض لقطات خاصة لناس مأجرين البيت، وكل حاجة كانت متصورة حتى براين وهو بيولع في الشرايط وفيدريكو وادواردو. والفيديو بتاعهم انتشر والكل شافه وما بقاش سر. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.